بقى حتة صحفي مغمور هو السبب في نكبة العالم الإسلامي والعربي كله. لا، والأغرب من كده إنه لا عمره اتكلم عبري ولا حتى فكر يتعلمه ولا حتى زار فلسطين ولا مرة. لا، وفوق كل ده أصلا حياته كانت كلها بؤس وشقاء، ابتداء من موت أخته بالتيفود لحد انتحار عياله الثلاثة. قالك إيه بقى؟ قالك ان لازم ولا بد ان اليهود يسيبوا ويغيروا اسلوب حياتهم المغزي ده، ولازم يتنقلوا بقى ويعيشوا من مرحلة الفقر دي لمرحلة الغنى ويبقى لهم وطن وقومية. فكان طول عمره بيحلم انه يعمل وطن لليهود علشان يحميهم من معاداة السامية، وكان ضد اندماج اليهود مع الاخرين، وكان شايف ان اختلاطهم بالناس التانيين ده اكبر خطر عليهم. يلا بينا بقى نصلي على النبي ونشوف النهاردة الحلقة دي بتتكلم عن ايه. بس النهاردة حلقة تقيلة جدا، فركزوا معايا بقى علشان جبتلكوا الموضوع من طقطق لسلام عليكم. تخيلوا ان اللي فكر يأسس دولة إسرائيل حتة صحفي مجري اتربى طول عمره في ألمانيا. مش بس كده، ده لا عمره اتكلم عبري ولا حتى فكر يتعلمه ولا عمره زار فلسطين. أبوه وأمه يعقوب وجانيت من أصول يهودية، هو اتولد أصلا في المجر، وكان عنده هي حتة أخت واحدة وماتت وهي طفلة بمرض التيفود. طبعا التيفود كان في الوقت ده مرض خطير ومميت. المهم بعد ما أخته دي ماتت اتنقلوا بعد كده وعاشوا في ألمانيا علشان البي يتنقل ويعيش في ألمانيا ويتعلم هناك في الكلية الإنجيلية. ما تخليك يعني في دراستك للشعر والأدب والحاجات اللي انت فيها دي، مالك انت ومال تأسيس دول وبتاع، ما تخليك في اللي انت فيه. حتة صحفي مغمور. النهاردة بنتكلم عن اليهودي الأخطر على الإطلاق اللي حط حجر الأساس لبناء دولة يهودية جوه فلسطين، ثيودور هيرتزل. اتولد في عائلة يهودية علمانية في المجر في حي يهودي مشهور جدا. كانوا يهود بيتكلموا الألمانية مش العبرية، وكان أبوه أصلا من أصل صربي. كانوا خليط بين اليهود الأشكناز الغربيين والشرقيين الإسفركنديين. كانوا قرايب لساحر يهودي مشهور جدا، ساحر كبالي اسمه جوزيف تايتسك. يعقوب بقى أبو البي هيرتزل اللي الحلقة كلها عنه النهاردة كان شغال في مجال الصرافة والأموال، وكان ليه هي أخت واحدة ماتت بالتيفود وهي صغيرة. نمى قدراته الأدبية لأنه كان بيحب الأدب كده شوية فنماها بالقراءة. كان في الوقت ده بيحب يقرأ لأكبر الكتاب الألمان. كان شايف بقى إن لازم اليهود يتخلصوا من عاداتهم السيئة دي اللي جايبه لهم الفقر. إن شاء الله هتفضلوا طول عمركم في فقر بإذن الله. وكان بيقول إن لازم يكونوا متحضرين ومتفوقين على الألمان نفسهم. ماتت أخته بقى سنة 1878. اتنقلوا في الوقت ده وعاشوا في فيينا، ودخل هناك الجامعة علشان يدرس القانون. انشغل في الوقت ده بالعمل الأدبي والصحافة، وكان شغال مراسل لمجلة ألمانية. سنة 1895 نشر كتابه الدولة اليهودية، وقال فيه بقى ايه؟ قال فيه ان اليهودية قومية، بس اصلا اليهودية ديانة وليست قومية. عرض في الكتاب بقى بتاعه ده فكرة ان اليهود لازم يرحلوا من اوروبا لفلسطين
أرض المعاد، وده طبعا علشان يكونوا في أمان من معاداة السامية، علشان طبعا اليهود يحافظوا على ثقافتهم ويمارسوا حريتهم في العبادة. طبعا فكرة هرتزل دي لقت ترحيب كبير جدا من الصهيون اليهود. طبعا فكرة هرتزل دي لقت ترحيب ماسوني صهيوني كبير جدا، خصوصا بقى اللي رحب بالفكرة دي شخص اسمه هوفي صهيون، ده بقى من أكبر داعمين الصهيونية. طبعا بعد كده الموضوع هياخد منحنيات كتيرة قوي، فخليكم معايا كده عشان الحلقة دي زي ما قلت لكم من الأول. بدأ بعد كده هرتزل يعمل ايه بقى بيتلوى زي التعبان. ليه؟ علشان يجذب اللي مش يهود لأفكاره، وعشان طبعا ده يحصل أسس المنظمة الصهيونية ودعا لأول مؤتمر صهيوني سنة 1897 في مدينة بازل في سويسرا، وسمى المؤتمر ده أو البرنامج ده سماه بازل علشان اتعمل في بازل في سويسرا. بس المؤتمر ده بقى عمله بعد ما فشل ان هو يقنع الاثرياء والاغنياء اليهود ان هم يتبرعوا علشان فكرته، علشان يأسس الدولة اليهودية، واللي كان مقترح انها تكون في فلسطين او في الارجنتين او في اوغندا. ايه بقى برنامج بازل ده بقى كان اول بيان للصهيونية العالمية. في الوقت ده قال جملته المشهورة: هنا أسست الدولة الصهيونية. طب الهدف بقى كان من المؤتمر بتاع بازل ده ايه؟ ده كان الهدف منه ايه بقى البرنامج ده؟ سعي الصهيونية لتأمين وطن معترف به دوليا وقانونيا لليهود في فلسطين. ازاي برضو؟ عن طريق تواجد يهود موجودين جوه فلسطين، بس مش اي يهود، مزارعين وعمال وحرفيين. وفعلا عمل اتحاد بيجمع فيه اليهود كلهم في الدول كلها. ليه برضو؟ علشان يحصلوا على اكبر قدر من المنح الحكومية، وبرضو كل اللي بيعملوه ده علشان يحققوا اهداف الصهيونية. ونجح المؤتمر واتفق اليهود كلهم على تنفيذ فكرة هرتزل. وطبعا فكرة هرتزل اللي هي إقامة وطن جوه فلسطين، فبدأوا يشجعوا اليهود على الهجرة لفلسطين. بس هيعملوا ايه هنا بقى؟ قالك احنا لازم ندعمهم ماديا ونعمل لهم شوية إغراءات مادية كده. فكان لازم يبدأوا بمين؟ قالك احنا هنبدأ بالتجار الصغيرين كده اللي على قد حالهم، والفقراء والمزارعين والحرفيين، الناس اللي هي فقيرة، فهتفرح جدا بالأموال والماني. وبعد كده صمموا العلم والنشيد الوطني بتاعهم. بس طبعا كان لازم ياخدوا تأييد من دول العالم كله علشان الهدف بتاعهم ده يحصل، وعشان كمان يبقى ليهم شرعية دولية، ما هي هتبقى دولة بقى. وشكلوا المنظمة الصهيونية العالمية، وطبعا بقيادة مين؟ أكيد البي هرتزل. وبدأوا فعلا في تشكيل جهاز تنفيذي سموه الوكالة اليهودية. الوكالة اليهودية دي بقى مقرها دلوقتي في يافا في فلسطين. الكلام ده بقى كان سنة 1908. وهندخل دلوقتي بقى على حواره الكبير جدا مع الخليفة العثماني انهم ينشئوا الصندوق القومي لليهود. هم عمالين صناديق ووكالات ومؤتمرات وكانت ليلة كبيرة جدا. الصندوق القومي ده بقى هو اللي كان هيساعدهم ان هم يشتروا الاراضي من الفلسطينيين جوه فلسطين. وبعد كده بدأوا ينشئوا مستعمرات لليهود. الصندوق ده هو الصندوق الدائم لإسرائيل وموجود حاليا في القدس. وفكروا في طريقة تانية ازاي بقى هيدخلوا فلسطين، فعملوا شركة يهودية. مهمتها بقى ايه الشركة دي؟ تمويل شراء الأراضي جوه فلسطين. وطبعا كان لازم هم اللي يشرفوا بعد كده على زراعة الأراضي دي. وبدأ بعد كده الأثرياء اليهود الصهاينة
ان هما يمولوا المشروع بالفلوس دي. بقى كانت البداية. هرتزل بقى فكر في اول فئة هيبعتها جوه فلسطين. انا قلت لكم من شوية مين بدأ؟ بالحرفيين والتجار والمزارعين، الناس الفقيرة، وفعلا نجح في كده. وكان المهاجرين اليهود كلهم من الفئة دي، ودول بقى كانوا النواة الأولى لبناء المستوطنات اليهودية. في مؤتمر بازل بقى هرتزل قال ايه تاني؟ قال ايه بقى؟ قال انا بضع حجر الاساس للبيت اللي هيسكنه اليهود في المستقبل. بس مين بقى اللي كان لازم يقابله؟ كان لازم يقابل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، اللي طبعا كان في ايده الحل وكل حاجة وقتها. اصلا بقى في الوقت ده كانت الدولة العثمانية الحالة الاقتصادية فيها تحت الصفر، والخزاين كانت فاضية وما فيهاش ولا مليم. هرتزل بقى كان عارف كويس قوي انه علشان يوصل لفلسطين لازم الاول يقابل السلطان العثماني. قعد بقى بدماغي التعبان دي يفكر، طب انا هقرب من السلطان العثماني ازاي؟ قال بس انا لازم بقى اجيب للسلطان العثماني ده هدية، بس هدية ايه؟ ما يكونش ليها مثيل في العالم العربي كله. قعد يفكر بقى كده، يا ترى هتجيب هدية للسلطان ايه يا واد يا هرتزل؟ قال بس انا هجيب له آلة كاتبة، بس مش اي آلة كاتبة كده والسلام، دي كانت اول آلة كاتبة بحروف عربية. الآلة الكاتبة دي بقى اتعملت له مخصوص، ووقتها كانت غالية جدا، كانت ب$300، واتعملت له مخصوص في الولايات المتحدة. واللي اتكفل ودفع مبلغ الهدية ده مين بقى؟ الصندوق اليهودي. ما هو لازم بقى يشيل الليلة كلها وهو اللي هيدفع كل حاجة. هرتزل بقى كان مستعجل جدا ان الشركة تلحق تخلص الهدية، علشان كان مستعجل ان هو يقابل السلطان قبل ايه؟ قبل المؤتمر الصهيوني الخامس. وفعلا الهدية تخلص وتجهز وياخدها هرتزل ويطلع يسافر يقابل مين؟ السلطان عبد الحميد الثاني. ندخل على المفاجأة اللي بعد كده. المفاجأة ان السلطان اصلا رفض يقابل هرتزل، ورفض اساسا الهدية كمان. ما هو السلطان العثماني ما كانش اي كلام كده وخلاص، كان فاهم وعارف كل حاجة، وعارف هرتزل جاي ليه، لا وكمان كان عارف الهدايا اللي كان جايبها. المهم هرتزل راح جايب شخص، قال ايه يعني؟ علشان يتوسط له ما بينه وما بين السلطان علشان يعرف يقابله. بس السلطان برضه هو يعني دماغه كبيرة، راح جايب الوسيط وقال له بقول لك ايه، انا عارف كل حاجة وعارف هرتزل جاي ليه، وانا مش هتنازل عن شبر واحد من ارض فلسطين. ورفض السلطان كل الفلوس اللي عرضوها عليه علشان يشتروا الاراضي الفلسطينية. ده رفض اصلا دخول اليهود نفسهم. طبعا الثعبان هرتزل هيسكت؟ اكيد لا. فضل يعمل في محاولات مستميتة علشان يقابل السلطان، لحد ما نجح فعلا للأسف في الآخر إن هو يقابله. في المقابلة دي بقى عرض هرتزل على السلطان مشروعه، بس اتفاجئ هرتزل كده إن السلطان إيه؟ عمال يسمع 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 وساكت خالص. فعقله خيله ان السكوت ده علامة الرضا، وان السلطان موافق وراضي على شراء الاراضي في فلسطين، وانه كمان موافق على فتح باب الهجرة لليهود، وانهم عادي اتفضلوا اهلا وسهلا ادخلوا فلسطين. بس طبعا المفاجأة الكبرى ان السكوت هنا ما كانش علامة الرضا اصلا ولا حاجة. واتفاجئ هرتزل برفض السلطان وتصميمه على مبدأه، وان لا في بيع اراضي لليهود ولا هيعتبوا جوه فلسطين من اساسه. وقتها بقى السلطان عبد الحميد الثاني قال له لن يستطيع رئيس الصهاينة هرتزل انه يقنعني بافكاره.
وان اليهود مش هيكتفوا اصلا بممارسة اعمال الزراعة في فلسطين. انا متأكد وعارف كويس قوي ان هما جايين علشان هيشكلوا حكومة. بعد كده بدأ السلطان يحشد الحشود بتاعته علشان يمنع اي خطوة لليهود جوه فلسطين، وشدد جدا على مراقبة اليهود ومنع اي امتياز ليهم. طب هنا بقى تفتكروا هرتزل هيسكت؟ لا طبعا، هو كمان بقى بدأ يحشد ويلم اعداء السلطان والمتمردين، ولم الأرمن وجمعية الاتحاد والترقي وأي حد ما بيحبش السلطان. طبعا كل ده علشان يسقطوا حكم السلطان. ما هو هرتزل كان عايز يخلص من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، فما كانش قدامه غير ان هو يلجأ لأعداء السلطان. وللأسف نجحت خطة هرتزل واتدخلت بريطانيا علشان بريطانيا تدعم الصهيونية وهرتزل وأعداء السلطان. يا ترى بقى عملوا ايه؟ عملوا حرايق مفتعلة وحوادث واضرابات جوه الدولة العثمانية، وراحوا مؤسسين جيش اسمه الحركة. وبعد كده اتجهوا لاسطنبول. راحوا اسطنبول ليه بقى؟ علشان ياخدوا فتوى بخلع السلطان وانه ضد الشريعة ويجب عزله. بس الحمد لله مفيش اي عالم من العلماء وافق على عزل السلطان وقتها، لحد ما تم تدبير خلع السلطان سنة 1909. وفعلا خدوا السلطان تحت الإقامة الجبرية، وفضل عايش ومنفي في مدينة سالونيك لحد ما توفى سنة 1918. بس على فكرة هرتزل أصلا كان توفى سنة 1904، جاله تصلب في شرايين القلب واتكل على الله وغار في داهية. وده كان قبل طبعا نجاح الصهيونية في خلع السلطان، ده توفى 1904 والسلطان اصلا اتوفى 1918. بس طبعا جه الصهاينة واليهود بعد كده كملوا المنهج ومشيوا على نفس طريق البيه هرتزل. الغريب بقى ان هرتزل اصلا حياته العائلية كانت كئيبة وحزينة ومأساوية جدا. كان متجوز من بنت راجل غني جدا، رجل اعمال الماني، وخلف منها 3 اطفال. بنته الاولى كانت مدمنة مخدرات، اتوفت بسبب الادمان، وانتحر اخوها في جنازتها. يعني هو فقد 2 في يوم واحد. والطفلة الثالثة كانت عندها إعاقة ذهنية. هم ما ماتوش وهم أطفال، هم ماتوا يعني الكبيرة أصلا اتوفت وهي عندها 40 سنة، وأخوها اللي انتحر بعدها على طول في نفس الليلة ده كان عنده 39 سنة، والتانية اللي كانت عندها إعاقة ذهنية اتوفت وهي مقضية حياتها كلها أصلا في المستشفيات لحد ما ماتت وهي في المستشفى. ندخل بقى على وصية البيه هرتزل الغريبة شويتين. قال ايه بقى في الوصية بتاعته؟ قال انا عايز جنازتي من غير ورود وخطب، محدش يطلع يقول لي شعارات وكلام فاضي. مش بس كده، قال كمان في الوصية بتاعته انهم ينقلوا رفاته للوطن لما يتمكنوا من اقامته. وفعلا سنة 1949 نقلوا رفاته لفلسطين بعد ما استولوا عليها. أعدها الله للمسلمين من أيادي المغتصبين، آمين يا رب العالمين. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. باي باي.